نوض درت والو، ما كاش من هذه الحكايه. هذا وهم في وهم. السلام عليكم. قبل ما نبدا خلينا نكونوا صادقين مع رواحنا. اليوم راني راح نحكي في موضوع خلينا نقولوا نستفادوا ونفيدوا بعضنا ونتبادلوا اطراف النقاش. واللي عنده خبره في هذا المجال خلي تعليق التجربة نتاعك، ممكن تفيد بها شخص آخر، ممكن تكون سبب أنك فتحت بصيرة شخص آخر باه يشوف قدام ويطور من روحه ويطور من إمكانياته وتخليه يسعى وينتج ويكون إنسان منتج في هذه الحياة. راح نحكي على موضوع ما تستناش تجي الأسباب اللي تخليك تنوضك باه تتحرك. نوض انت منك روحك، نوض وديماري. دير في حسابك باللي فكرة دايرها انت في راسك، حطها على أرض الواقع باه تتجسد على أرض الواقع. ما تبقاش انت تدور فكرة في راسك وتدور وتستنى في الوقت المناسب باه تلحق لهذيك الفكرة وباه تطبقها على أرض الواقع. نوض، حط الفكرة على أرض الواقع وحاول أسعى كيفاه تطورها وجدد منها، وإن شاء الله ربي يقدرك باه تلحق. ما كاش حاجة تجي بالساهل، ديرها قاعدة في حياتك. والله ما كان حاجة تجي بالساهل. واللي عندهم خبرة يخلونا تعليق على أنه ما كاش حاجة تجي بالساهل. دير في حسابك باللي ماشي راك راح تنوض زعما راح تطبق فكرة تنوض تلقاها واجدة وتطبقها ديريكت وتنجح لك ديريكت. هذه راه ما كاش منها. نعطيك أبسط مثال. أنا كأستاذ في المتوسط، تلميذ باه يديلك معدل 17 ولا 18 ماشي ناض راح يقرا دا المعدل 17 ولا 18 ولا حتى 19. انسان يجاهد، يكتب، يجاهد نفسه باه يراجع، يحل تمارين، يطيح، ينوض، يقرا في الدار، يبحث من عند الاستاذ، يدير هذه يوسي هذه باه يدي هذاك المعدل. ما يجيش هكاك ناض راح قرا جاوه الاختبارات صحح ادى المعدل 18. هذا مثال نعطيه لك. كاين حالات شاذة تحفظ ولا يقاس عليها، هذيك جماعة هذوك العباقرة، هذوك مثال شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. بصح اي فكرة حطها على ارض الواقع، وسع، ومع المداومة ومع التكرار راح تنجح وراح تلقى نتيجة. ما كاش منها ما تلقاش. بالاستمرارية وبالمداومة، وتفشل الخطرة الأولى وتفشل الخطرة الدوزيام وتفشل التروازيام، ومن بعد ماشي اليوم غدوة، ماشي غدوة السمانة الجاية، ماشي السمانة الجاية الشهر الجاي العام الجاي تنجح. ما كاش منها ما تنجحش. ودير في حسابك باللي النجاح عبارة عن مجموعة من الفشل، خطوات فشلت فيها. كي تفشل تدي الدرس من هذاك الدرس يخليك تتقدم خطوه، ومن بعد تتقدم انت تلحق للنقطه اللي راك حاب توصل لها. يعني الفكره اللي راني حاب نوصلها لك، نوض راه ما كاش حاجه تجي بالساهل. ما كاش من هذيك زعما. كاين ابسط مثال نهضروا مع الشباب اللي من فوق من 18 سنه وطلع، يدخل للفيسبوك ولا يدخل يتصفح يلقى واحد داير فيديو تاع 30 ثانيه. اذا ما عندكش مليار وانت في عمرك 25 سنه راك ما درت والو. ما كاش من هذه الحكايه. هذا وهم في وهم. هذا ديها من عندي غير وهم في وهم وراه يكذب عليه. هذا اللي دار هذه الحاجه ونفرضوا انه نجح فيها راه تعلم وتحشات له ودخل هنا وداولو دراهم في موقع وتعلم. كما نقولوا هنا نعطيك ابسط مثال، تعاود تعلم التسويق الالكتروني ولا دخل في التجاره الالكترونيه ولا خدم في التداول، يبحث ويقرا كتب ويتابع كورسات. كاين اللي يسجلوا فيهم بالدراهم وكاين اللي باطل، وبمحاوله خطره واثنين وثلاثه وربعه باه نجح. لخص لك هذيك الفكره في 30 ثانيه، خلاتك تحس روحك بلي انت انسان غير منتج. وهذا راه خطا. ما كانش حاجه تجي هكاك، لازم تحاول تجرب. ومادام راك تحت ال 25 سنه، مادام ما لحقتش ال 25 سنه، الخساره ما تتحسبش خساره، تتحسب تعلمت جربتها في وتعلمتها. والخطوه باه نهار تبدا الخطوه اللي موراها. ماكش راح تبدا من الصفر، راك راح تبدا من النقطه اللي حبست فيها، من الخبره اللي حبست فيها. بصح مع المداومه والتكرار تنجح. ما كاش منها ما تنجحش.
هذه قاعدة، هذه التكرار والاستمرارية والانضباط راح يخليك تنجح وراح يخليك توصل في جميع المجالات. نعطيك أبسط مثال، حاب تنقص في الميزان، تقدر تنقص في الميزان بالمداومة والتكرار بالعادات الصغيرة اللي تعود نفسك عليها كل يوم. راح تلحق للنقطة اللي راك حاب تلحق ليها. دير في حسابك باللي نهار تحب تلحق ونهار تبرمج عقلك انه يلحق لهذيك النقطة، يلحق لهذيك النقطة. تلحق ما كاش منها ما تلحقش. كونك متيقن باللي تلحق، امن بنفسك. اول شيء امن بنفسك وباللي تقدر دير، وعلى بالي باللي تقدر دير. خصك انت تامن بنفسك برك وتحط الافكار نتاعك في التطبيق، ونهار تحطها في التطبيق تصبر عليها، وكي تصبر عليها تداوم عليها مع الانضباط مع المشورة، انه تشاور اهل الاختصاص وتجرب منا وتوسي منا، تلحق اي عفسه ديرها في راسك تلحق. وفيدونا اهل الخبره، مجال مفتوح لكم. تعطونا تمدوا نصيحه لشخص، تمدوا فكره لشخص، قادر هذاك الشخص يستفاد من الكومنتار اللي تمدوا له نتايا، تكون سبب انك غيرت حياه بنادم للافضل. ثم الفكرة اللي حاب نوصلها والحديث وشيق، بصح مانيش حاب نخرج، حاب نبقى في باب واحد، نوصل لك فكرة انه كي تحب توصل. نوض، حط افكارك على التطبيق، حطها في التطبيق، حطها في ارض الواقع، وامن باللي تقدر. وكي تحب تقدر. وراح يخرجوا لك ناس يسابوطوك، ويخرجوا لك ناس يضحكوا عليك، يقولك واش راك دير، واش راك تخلط وكذا. بصح هذيك الناس اللي كانت تضحك عليك نهار توصل وتنجح، هي اللي تفرح بيك، وهي اللي تولي تسعى به توصل ليك، وتولي تضرب بك المثل في هذيك الحاجة. تسمى نوض، نفذ على روحك، وحط أفكارك على أرض الواقع، جسدها في الواقع، اسقطها على الواقع، خرجها من راسك واسقطها على الواقع، تنجح بإذن الله. إن شاء الله أكون فيتكم ولو بقليل من المعلومات. أنا هذه تسمى دردشة، وإن شاء الله تكون دردشة صادقة من القلب إلى القلب. وبدوا لنا تجربتكم في التعليقات، ونلتقي في عدد آخر. السلام عليكم.